ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بالنسبه للعاملين في دوله الامارات العربيه المتحده ابتداء من 2023 لازم تعمل حاجه اسمها تامين ضد التعطل عن العمل، بتدفع اقساط شهريه او سنويه. هقول لكم بالظبط ازاي تعملوها وتنفذوها بنفسكم من الموبايل. تابعوا معايا. ده منشور من وزاره الموارد البشريه والتوطين عن كيفيه التسجيل في نظام التامين ضد التعطل عن العمل. طبعا قالوا هنا ان الاشتراك بيبدا من 1 يناير 2023 وبيتم تعويض الموظف بمبلغ مالي لمدة 3 شهور بحد أقصى لو فقد وظيفته لأي سبب، بس ما يكونش السبب ده تأديبي. إيه هي بقى قيمة الاشتراك؟ عندنا هنا فئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية. لو أنت راتبك أقل من 16,000 درهم، يعني 16,000 فأقل، بيكون مبلغ الاشتراك بتاعك 5 دراهم شهريا، يعني السنة كلها بحوالي 60 درهم. الحد الأقصى لقيمة التعويض هتكون 10,000 درهم شهريا. أما لو أنت راتبك يتجاوز ال 16,000 درهم، يعني أكتر من 16,000 درهم، فيكون مبلغ الاشتراك بتاعك 10 درهم في الشهر، يعني حوالي 120 درهم في السنة. عشان تحصل بقى على التعويض لازم تكون مشترك لمدة سنة على الأقل، 12 شهر متتالية، وما تكونش استقالتك دي بسبب تأديبي، يعني عملت مشكلة في الشغل ولا حاجة. والنظام ده بيطبق على أي حد طالع له بطاقة عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، باستثناء المشترك المستثمر، يعني لو واحد صاحب منشأة وشغال فيها، والعمالة المساعدة اللي هم الخدم وكده، والعامل بعقد مؤقت. ايه العامل بعقد مؤقت ده؟ اللي هو اللي صاحب المنشأة متفق معاه على انه ينجز مهمة معينة بعقد مؤقت، اللي هي بتكون من 3 شهور ل6 شهور تقريبا، ممكن تتمدد لفترة تانية مماثلة، ولكن العقد ده بيكون مؤقت، يعني مرتبط بوظيفة معينة أو مهمة معينة. طبعا ده برضو بيستثنى، وكذلك الأحداث اللي هم دون ال 18 عام، والمتقاعد اللي بيتلقى معاشا والتحق بعمل جديد. ازاي اقدر اشترك في النظام؟ عندك كذا طريقة: الموقع الإلكتروني طبعا لشركة دبي للتأمين، والتطبيق الذكي، أنصار الاسترافة، أجهزة الخدمة الذاتية، شركة اتصالات، التطبيقات، البنوك، ومراكز خدمات رجال الأعمال، اللي هم يعني مراكز الطباعة. أنت ممكن لو ما تعرفش تعمل الخطوات اللي أنا هقول لك عليها كمان شوية، تقدر أنت تروح على أي مكتب طباعة هيعملها لك بسرعة. تاني هنا بنأكد على حضرتك، لو أنت كنت موظف في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي الاتحادي فأنت مشمول في النظام. في الفيديو الجاي هقول لك ازاي تشترك عن طريق الموقع، وايه الخطوات اللي هتقوم بيها عشان تسجل الدخول وتدفع الوثيقة وتدخل بياناتك خطوة خطوة عن طريق الموقع الإلكتروني وعن طريق التطبيق. لو شفت ان الفيديو ده مفيد يا ريت تشرفني كده بلايك وفولو وسبسكرايب وكل حاجة ممكن تبسطني عشان اقدر اقدم لكم محتوى تاني افضل. سلام عليكم.